عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي، يعني إزاء هذا التحاور وجه إليك اتهام صريح وواضح: التجاوز اللي حدث من قبلك، أعطاء من لا يملك لمن لا يستحق. طبعا السؤال الكبير هنا مين اللي بيملك عشان يعطي، ومين اللي بيملك انه ما يعطي للي لا يستحق؟ نعم. رئيس وزراء الفترة الانتقالية أتت به هذه الثورة عظيمة. نعم. وبينظم شغله وعمله الوثيقة الدستورية اللي حددت بكل وضوح إنه ملف السلام تتم إدارته بواسطة الحكومة التنفيذية. نعم. وأنا أفتكر نحن قمنا بس بده. فكرة إنه يعني يكون هنالك شخص يوزع الاستحقاقات لمن يستحق ولا يستحق، هذا تصور قاصر. نعم. نحن في هذا المجال مستعدين نناقش، نتحاور ونطرح مع الأشقاء ومع الرفاق، نناقش كل القضايا، ما في خطوط حمراء. أنا أعتقد نحن ما قمنا به في أديس أبابا يصب تماما في مسؤوليات رئيس الوزراء في إدارة هذا الملف. نعم. ونحن في هذا المجال مستعدين نمشي لأي حد طالما هذا في مصلحة هذا الشعب. نعم. لذلك بنستغرب كثيرا لأنه هذه الدعاوي عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. وهذه الثورة العظيمة اللي قدرت تهزم نظام البطش والاستبداد والدكتاتور عندها القدرة على الاستمرار وإنها تهزم أي اصطفاف من هذا القبيل. لذلك ما في خوف عليها. أي زول بيفكر تفكير زي ده لازم يعيد النظر في هذا التفكير. هذه الثورة محمية بلجان المقاومة، محمية بالشعب السوداني، وما في خوف عليها إطلاقا، لأنه ما تم هو تغيير عميق. صح عندنا مشاكل، عندنا تحديات، قلاء إلى آخره، لكن شعبنا ده عارف تماما إنه عنده بوصلة بتقوده، وإنه لازم نصل لانتقال مع كل التحديات بتاعته لنظام ديمقراطي راسخ مستقر.